دكتور محمد، كيف تنصح الفرقاء السياسيين الآن في ليبيا؟ هل يمكن إنجاح الآن الحوار ليبي بعد أن عرفوا الشعب الليبي ودعني أقول الوطنيين في ليبيا إن الدول الإقليمية والدول العربية بعض، لا أعمم، لا تريد لليبيا أن تستقر؟ سؤال جميل صراحة. نحن الآن لسنا في وضع تسجيل نقاط، يعني لا شك أن هناك جانب من السياسيين الليبيين أخطأوا، وضعوا ثقتهم أكثر من اللزوم في اليوم، عليهم فقط أن يعترفوا بالخطأ، ولكن ما حصل يذكرنا بأن علينا الوحدة مع بعض، لابد من رص الصف، لابد من الاتحاد. هذا من أول بالنسبة للمؤتمر ومن معه، يعني نعم. مناطق غرب ليبيا أغلبها، ثم الاستمرار في المفاوضات. طبعا في الحقيقة لا توجد لدينا بدائل كثيرة كما نعلم. الآن يمكن بدء المفاوضات بطريقة أفضل، بطريقة جديدة، وهي عبارة عن الأمم المتحدة تدير فقط الحوار ولا تكون طرفا مباشرا فيه كما فعل السيد اليون. المفاوضات لا زالت طويلة، ولكن الاتفاق في مجمله ليس سيئا إلى هذه الدرجة. يمكن بعض التعديلات فيه، ممكن تغيير الأسماء في الحكومة. طبعا من الصعب قبول مثلا برئيس حكومة سماه السيد اليون، ولكن هناك أسماء مقبولة حتى في الحكومة نفسها، ويمكن السير إلى الأمان. يعني في الآخر نعلم الوضع في ليبيا كيف هو، الوضع سيء، الناس تحتاج فعلا لحكومة. يجب على الخيرين من الوطنيين الحقيقيين الوصول إلى اتفاق. طيب دكتور محمد، أمريكا أعطت ربما بعض التهديدات بشكل غير مباشر إلى تركيا، قطر، مصر، الإمارات وبعض الدول الأخرى من الخروج من المشهد الليبي، ولكن الوحيدة التي ما زالت حتى هذه اللحظة هي دولة الإمارات. تم رصد 120 مليون دولار لبعض القبائل من تشاد للاستيطان في الجنوب الليبي والتغير الديمغرافي. أيضا تدخلها وضربها في ليبيا ببعض الطائرات سواء كان في درنا أو في غرب مدينة طرابلس. ماذا تريد هذه الدولة من ليبيا، ولماذا هذا التدخل الكبير؟ وتفسيرك في عدم تدخل سفير ليبيا في رجال الأعمال المحجوزين قسريا في الإمارات. العالم كله تكلم على هذا الموضوع. آخر هذه التقارير هي تقرير منظمة العفو الدولي، والآن الأمم المتحدة تبعث بفريق لدخول لسجون الإمارات للوقوف على هذه القضية. ما الذي تريده الإمارات من ليبيا، ولماذا لا تريد الإمارات استقرار ليبيا؟ أبدأ بالإجابة عن سؤالك عن السفير ليبيا في الإمارات. للأسف الشديد السفير ليبيا في الإمارات صديق شخصي لكثير من رجال الأعمال المسجونين هناك، وفي الحقيقة هو أحد العوامل المهمة في القبض على هؤلاء. سفير ليبيا في الإمارات اختار الصف الآخر، اختار العداء للشعب الليبي، وهذه حقيقة، وحتى التسريبات أثبتت هذا الكلام. هذا بالنسبة للسفير الإمارات. بالنسبة لدور الإمارات في ليبيا، في الحقيقة هو الموضوع له شقين، شق سياسي وشق اقتصادي. الشق الاقتصادي، الإمارات كما نعلم اقتصادها يعتمد اعتماد كبير جدا على التجارة. ليبيا مرشحة أن تكون منافس كبير للإمارات. يعتقد بعض الاستراتيجيين الإماراتيين أن ليبيا لو دخلت مرحلة الاستقرار والنمو، أن 3-4 مناطق فقط حرة، في مصراتة، في درنا، في الخمس، ممكن أن تنزع من الإمارات عرشها على التجارة في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا في أفريقيا. ولهذا الإمارات متخوفة جدا من الاستقرار في ليبيا ولا ترغب في الاستقرار في ليبيا. هذا من الناحية الاقتصادية. من الناحية السياسية، في الحقيقة الإمارات لا تلعب هي دويلة في الإمارات. هي تلعب دور إسرائيل في المنطقة. يعني هناك أحد السياسيين الأمريكان المشهورين قال لقد نجحنا في زرع إسرائيل جديدة في المنطقة العرب. كما نعلم، لو نحن في عصر المعلومات، بعد ثورات الربيع العربي موجود كلها في اليوتيوب وعلى الإنترنت، خرجوا القادة الإسرائيليين عن فكرة أبيهم يتحدثون عن ثورات الربيع العربي بمعارضة شديدة. هناك خلاف بين دولة إسرائيل وبين الولايات المتحدة الأمريكية حول الربيع العربي. الولايات المتحدة كانت داعمة لثورات الربيع العربي، تريد أن تستمر، وإسرائيل متخوفة جدا من هذه الثورات، وقالوها بوضوح: لن نقبل بديمقراطية في الدول العربية. دولة الإمارات تنفذ، وليست وحدها على العموم، تنفذ الأجندة الإسرائيلية في هذا الموضوع.
لا أكثر ولا أقل. هذه هي الحقيقة، يعني هذا هم السببين الأساسيين لما تفعله الإمارات في ليبيا. الربط بين تسريبات عبر الصحف الإنجليزية دكتور محمد وبعض الساسة منذ أتكلم على أكثر من 50 سنة قالوا سوف نجعل خاصرة في الوطن العربي، وأشاروا هنا إلى دولة الإمارات وخصوصا دبي وأبو ظبي. تفسيرك وربطك في هذا الحدثين، الفضيحة كانت عن طريق صحيفة إنجليزية، والطرف الذي يلعب دور في عدم استقرار ليبيا هو عربي إماراتي، والاثنان دعني أقول لديهم توأمة في عدة مشاريع تجارية كبرى وعسكرية أيضا. هو في الحقيقة الإمارات يعني ذهبت يعني أنها اعتقدت أنها ستلعب دور لأنها مدعومة من إسرائيل أكبر من دورها. هذا التقرير الذي خرج يوم أمس ليس هو التقرير الأول. الأسبوع الماضي تقريبا حوالي 10 أيام ماضية خرج تقرير في الديلي ميل عن سيطرة الإمارات على الإعلام البريطاني ودورها في تمويل بعض السياسيين وبعض المواقف البريطانية، وأنها تعطي مثلا السيد توني بلير يأخذ مليون جنيه استرليني سنويا من الإمارات. هذا التقرير الثاني الذي يخرج على الإمارات. هناك طبعا صراعات، بريطانيا دولة عظمى، هناك فيها أحزاب، هناك فيها منظمات حقيقية، هناك فيها حرية، فيها صراع بين كثير من الجهات السياسية. لا تستطيع الإمارات هذه الدويلة أن تسيطر على دولة مثل بريطانيا. أرجو أن يتعظوا من هذا، أنهم باللغة العربية يعني الليبية الدارجة يمشوا مشيتهم زي ما كنا نقول، لأن بعيد جدا عليهم أن يتحكموا في دولة مثل بريطانيا. دكتور محمد فؤاد كنت معي عبر سكايب من إيطاليا، شكرا لهذه المداخلة.